السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. اليوم تسالات ليا الحلوى، بقات عندي حتى حاجه وراكم عارفين مع تماره والخدمه داكشي انسان خصو ينوض بكري. كتلقاي ديك الحلوى في الدار كتفطري بها هادي واخا الكونفليكس وهادي ماشي بحال. المهم ندوزو للمقادير وكنتمنى يعجبكم هاد الحليوه اللي غندير. عندي هنايا 2 كيسان ديال السكر د العنبه، وعندي كاس ديال الزيت، وغنزيد نص كاس لان انا غندوبل المقادير. عندي هنا نص كيلو ديال الزبده، ندير 2 كيسان ديال سنيده، هانتوما نص كيلو خص منه تقريبا 4 ديال المعالق الزبده. انا غندوبل المقادير، ما بغيتش ندير نص كيلو، وغادي نعاد لها بالزيت ان شاء الله. نتوما المشاهدين عندي هنايا تقريبا شويه ديال الخميره د الحلويات، ندير غير شويه هكا. وانا غادي نديرو لهم مذاق القرفه لان كيبغي ولدي كيموت على المذاق ديال القرفه في الحلوى، يعني كتعجبو. نتوما درت معلقه ونص ديال القرفه، كيجي روعه بمذاق القرفه المشاهدين. سمحوا لي غادي نحط غير الزيت حدايا باش ما كنبقاش نطفو بزاف ديال هادي. وعندي هنا كيلو ديال الطحين الفرينه، وعندي كيف قلت لكم كاس ديال الزيت وغادي نزيد النص، وعندي 2 بيضات حيت انا مدوبله المقادير، يعني 125 غرام ديال الزبده مع الكاس ديال الزيت وبيضه واحده. بسم الله توكلنا على الله والنبي رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دابا انا غنبدا نعجن، نطلق بعدا الزبده ديالي مع السكر والقرفه والرز المعلقه د الخميره د الحلوى. الزبده راني طلقتها شويه في الميكرووند باش تطرطب لي ما تبقاش قاصحه، لان واخا ما كنديرهاش في الثلاجه هذه الحلويات كنديرها غير في الديباره ومع ذلك كتقصاح. اللهم درتها شويه في الكونجيلاتور باش تساعدني في العجين. هذا هو الشكل ديالها. دابا ان شاء الله غادي نبداو الحلويات ديال رمضان ان شاء الله باذن الله عن قرب. كنتسنى يجيوني الشهيوات من المغرب، الزميطه وداكشي محرقه ماشي مقومه. القوام هذا نديرو لها انا هنا، حيت الزميطه ديالي ما كنديرش فيها غير الدقيق، يعني ما كنديرش غير الطحين. نتوما دابا انا غادي نزيد كاس ديال الزيت كيف قلت لكم، وهانتوما زدت نص ديال كاس الزيت، يعني كاس ونص ديال الزيت. راه تقريبا دايره نص كيلو ديال الزبده. غادي نهرس البيضات هكا لان مره اخرى ما نعاودش ندير البيض ديريكت. ديك المره راكم عارفين شنو وقع ليا، خليتها لكم هكاك في الفيديو باش انا بغيت ندير خير ربي من هذا باش كنعطي لولدي، يعني كنفرقها على 2 حتى ولدي كياكلوها. كتعجبو هاد الحلوه هادي كتعجبو. غادي
الخليط ديالي حتى يرجع الزبده، وعاد نبدا نضيف الفارين. يعني كل واحد يمكن لكم ديروها بالمذاق اللي بغيتو. تحسوا بالسكر هكايا داب، كاينه طوبه ديال السكر صافي تمشي ما تذوبش مع البرد. المشاهدين ما نقولكمش، تيقولوا حتى المغرب فيه البرد، ولكن هنا حنا كزينا بالبرد. وهاد العام ناقصن السكالدا، ناقصن السخونيه وكلشي، عرفتي نموت البرد. هي دابا تخدمات ولات كاينه بحال الكريمه. الدقيقه هو عندي مغرب الناضي، غادي نبقى نهز وندير تنشوف القياس ديالو. يعني خاصها تبقى شويه تكونش قاصحه بزاف باش تساعدني في البوق. ويمكن الا غادي نخدم البوق ديال الروبو باش حيت هاد اليد عندي مريضه ما كنقدرش نفورسي عليها بزاف، وما نعرف نخاف. تيقولوا لي في الحظه يمكن لا تهرس، لان اصلا ما داروليش الجبيره حيت فايته مهرسه عليه وكون برات ليا عوجه. هنايا ما نقول لكم صافي، يعني ما كاين قبص. القبص هو د المغرب. هنايا علقوها ليا شهر وبرات. دابا فيما كان نلويها ولا نقيسها هكا ولا نبغي نلبس شي حاجه ونعلي يدي الفوق كنبغي نموت بالحريق. يعني ما كاينش، ما براتش. داكشي علاش غادي نعاور راسي بالروب نشوف. انا ديما كنديرها بيدي هذه الصراحه الله، ولكن نجرب الروبو على الله. الا صدق ما صدقاتش في الروبو راه نديرها لكم بيدي. لا راه قلت لكم كندير معكم داكشي عادي بحال اللي راني كنديرو لراسي، يعني ماشي كنديرو للمشاهدين، لان ما يعني ما عنديش الوقت. هذه كنجي معايا انا من الخدمه، وهذه ملي كنقدر ندير شي حاجه كنوض نديرها، ولكن كنديرها معاكم طبيعي، هي ما فيها لا بروتوكول لا والو. انا كنت عارفه غادي تهز ليا اكثر من كيلو لان دوبلت المقادير. هذا غادي نمشي نزيد الدقيق ان شاء الله. كنت عارفه ما غتهزليش، غتهز اكثر لان الزبده عندي مدوبل المقادير. غادي نجمعها ونرجع معكم باش ما نطولش الفيديو بزاف. نتوما المشاهدين
هاني جمعت العجين ديالي كيف كتشوفوا هانتوما. خاصو يكون شويه خفيف باش ما يعذبكمش في البوق الا كنتو غديروه بالبوق هكا. يعني على حسب. هذا البوق اللي هو داير من هنا كيف كتشوفوا هانتوما الشكل ديالو ماشي بحال الاخر. وغادي نبقى غاديه هكايا بهذا الشكل هادي حتى نكمل الحلوه ديالي كامله ونولي نرجع معكم. نتوما المشاهدين نكملها ونرجع معكم. توصلنا السلام عليكم مشاهدين. انتم انا رجعت معكم لان هاد يومين ما سجلتش وهاد التليفون ما كنخرجوش معايا لان بكل صراحه شرا ليا ولدي من دوك الغاليين وما كان يعني ما كنعرفلوش مزيان وفي الخدمه كنخاف ما نعرف ماشي غيتسرق ولكن المهم كندي معايا غير الاخر ديالي اللي هو عادي وهذا مخليها غير التصوير لانه هو اصلا شراه ليا غير التصوير. قال لي انت ماما ملي ما بغيتيش تحيدي من اليوتيوب غنشريه لك. شراه ليا باش راه غالي وما كنعرفليش مزيان. من هاد يومين ما سجلتش به خليته في البيت ولقيته دابا كنخدم حتى لقيته سكت ليا من لاشارج. داكشي علاش ما كملتش معكم الشوكولا وزعفني. كنتمنى ما نكونش سمعتوا واحد الكلمه قلتها كنعتذر لان عصبني. داكشي علاش ما صورتش معكم كيفاش درت ليه الشكلاط وداكشي في الوجه وانتم هذا راه عارفينه كاملين يعني الناس. انتم درت ليه هكايا في الجوانب الشكلاط وكاين اللي درت ليه غير في جهه واحده الشكلاط كيجي زوين حتى في المنظر ديالو كيجي زوين. وهذه هي الحلوه ديالنا د البوق. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف
وكنعتذر الا سمعتو شي كلمه لان زعفني التليفون وجاعي انا خصني نكمل ونمشي نجلس نرتاح. المهم معليش ماشي خساره فيكم، وشكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم وشكرا على المساعده. وهاني وجدت الحليوه ديالي هكا بعد الفطور، وكتعرفوا شنو فيها وانتم عارفين ما كاينش بحال الحلويات المغربيه. يعني ما نقول لكمش، ولدي كيموت على هاد الحلوه حتى راجلي كيبغيها. ما درتها لهم هكايا سميتو، ودرتها هذيك اللي كنديرو هاد البوق ساعه كتمل هي مع سميتو، وتخطفات ليا شويه في الفران حيت هي نورمالمون خصها تكون شويه بيضه. شتي كل كيديروا بالوريضات شحال هادي يعني كانت كيديروها الناس كتجي غزاله وكيزوقوها بدوك اللوينات من الفوق كتجي روعه. ساعات خطفات ليا شويه في الفران ولكن معليش. انا يعني كاع الحلوه اللي غناكل انا كنحمرها مزيان حتى كتحرق باش ما يبقاوش فيها هذيك الزبده وداك الشيء مجهدين على حسب الريجيم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف، ودعمونا بالجيم واشتراك في القناه وشكرا بزاف، ودعمونا فضلا ليس امرا. كنشكركم بزاف، الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. وكنعتذر الا سمعتوا شي كلمه ماشي هي هذيك من سكت ليا التليفون. شكرا، الى اللقاء.